السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد والبداية بالعناوين. تصريح كارثي من عفة نصار بخصوص النادي الأهلي. كفاية إنه قال فيه إنه بطولات الأهلي مشبوهة. ووليد الفراج يسخر ويقلل من النادي الأهلي بهذه التصريحات. وجمهور الاتحاد يستفز جمهور النادي الأهلي بتلك الهتافات. واتحاد الكورة في مأزق بسبب الشيبي. ومتسبي رئيس الكاف وتصريح للتاريخ بخصوص النادي الأهلي. قبل ما ندخل على التفاصيل أتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ويلا بينا على التفاصيل. أنا مش عارف والله إيه كمية الحقد والغل اللي عند عفة نصار تجاه النادي الأهلي. كل فترة يطلع علينا بتصريح أصعب من اللي قبله وكارثي أكتر من اللي قبله. ولكن امبارح بصراحة يعني قفل الكلام خالص وجاب من الآخر خالص وفتحت العملية معاه خالص. امبارح في قناة الحدث اتكلم على النادي الأهلي اللي هو النادي الأهلي المصري اللي هو برضو عفة نصار مصري، اللي النادي الأهلي رايح يمثل مصر في كأس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا. بدل ما نساند النادي الأهلي سواء أهلاوي أو زملكاوي أو أي انتماء ليك في الكورة المصرية، لا، بنفتح مواضيع ملهاش أي لازمة وملهاش أي وجود ومش وقتها من أساس. امبارح اتكلم عن النادي الأهلي وإنه النادي الأهلي بسبب النادي الأهلي الدوري المصري من أسوأ الدوريات في العالم، والاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اللي هو خلاص دلوقتي اعترف به. الأول لما كان التاريخ والإحصاء بيطلع النادي الأهلي الثالث أو الرابع على مستوى العالم، لا مش حلو ومش جميل، لا ما فيش مصداقية عنده. لكن لما التاريخ والإحصاء أنا ما شفتهاش، هو شافها هو وحده يمكن يعني إنه اختار الدوري المصري من أسوأ 4 دوريات في العالم. شافها فين دي ما اعرفش. امتى الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء طلع البيان دي برضه ما اعرفش. دي عند عفة نصار ونسأل عليها أو تسألوا عليها عفة نصار. قال لك إن بسبب النادي الأهلي الدوري المصري من أسوأ 4 دوريات في العالم يا عيني. وإن كل الحكام كل الأندية في مصر بتشتكي من الحكام في لقاءاتهم مع النادي الأهلي يا عيني برضه. واتكلم عن كثير عن النادي الأهلي وإن النادي الأهلي نادي الدولة وإنه النادي الأهلي بيلقى الدعم من كل مكان وإن النادي الأهلي ميزانيته معدية 3 مليار. وفي الآخر ختمها بتصريح من وجهة نظري لابد يحاسب عليه من قبل المجلس الأعلى للإعلام. قال بالفم المليان كده زي ما احنا بنقول بطولات الأهلي مشبوهة. يا سلام، تصريح زي ده يا اخواني ممكن او كفيل بدرجة كبيرة جدا انه يسبب أزمة في الكرة المصرية ويعمل احتقان كبير ما بين جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك. تصريح بعد دي تصريح زي كده جمهور الزمالك هيساند طبعا عفة نصار، جمهور الأهلي هيرد، ونعمل أزمة بدون داعي وبدون لازمة. ايه لازمة التصريح زي ده في وقت النادي الأهلي رايح يمثل الكرة المصرية في محفل دولي زي كأس عالم للأندية بيشارك فيه أبطال القارات المستوى العالم كله؟ ما عرفش. شيء لازم يوضع له حد المجلس الأعلى للإعلام. ما تبقاش الدنيا مفتوحة خالص كده لأي حد يقول أي تصريح ويسبب أزمة. احنا في وقت كبلد يعني لازم نساند، يبقى في مساندة في كل المجالات مش الكورة بس، في كل المجالات. واحد زي كده، واحد زي عفة نصار كان نجم كبير في نادي الزمالك، لما يقول تصريح زي دي لازم هيسبب أزمة، لازم هيحصل فيه رد وصد وكلام كتير ما بين الجماهير. جماهير الزمالك يطلع يتكلم، جماهير الأهلي يطلع يدافع ويهاجم مع عفة نصار. عملنا أزمة بدون لازمة. بطولات ايه المشبوهة يا كابتن عفة؟ بطولات الأهلي مشبوهة؟ يا سلام، هات لي بطولة واحدة الأهلي أخذها بحكام أو أخذها. ده كمان المشكلة كمان إيه قبل ما أكمل لك، إن بيقولوا إن معظم بطولات الأهلي دفع. يعني إيه كلمة دفع دي؟ أنا ما أعرفش. يعني الأهلي دفع رشاوي؟ هرجع أكمل لك وأقول لك إنه هات لي بطولة واحدة
اثبت لي فيها ان النادي الاهلي اخذها بدون جدارة واستحقاق. نوعيتك مش هكمل عندها كتير. وليد الفراج في برنامجه سخر وقلل من النادي الاهلي بطريقة مستفزة جدا. بيقول انه النادي الاهلي من 48 سنة ما كسبش الاتحاد السعودي، وان جمهور الاهلي بيتفاخر بفوزه على الهلال. ايه دخل الاتحاد السعودي فيه، اتحاد جدة فيه؟ وانه الاتحاد لما كسب اوكلاند وقدم اداء اسطوري خلى المنافس يرتجف، يقصد النادي الاهلي. طب عايز اتكلم اقول لك يا استاذ وليد ولا يا كابتن وليد، اولا النادي الاهلي ما بيرتجفش من اي حد، واحنا شفنا مواجهات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه سواء مع بايرن ميونخ او ريال مدريد او كل الفرق الكبيره اللي جابها النادي الاهلي، الاهلي كان معاها الند بالند. فرقتك عامله صفقات بالمليارات، فطبيعي ميزانيه زي ميزانيه اتحاد جدة وميزانيه الفريق اضعاف مضاعفه او 10 اضعاف ميزانيه النادي الاهلي، او القيمه التسويقيه للعيبه اتحاد جده السعودي اضعاف القيمه التسويقيه للعيبه النادي الاهلي. فمن الطبيعي ان الكفه تروح شويه على الاتحاد السعودي. ولكن يعني سؤال هنا بس ملح، يعني حضرتك بتتكلم عن اتحاد جده، طب هو اتحاد جده مشارك في البطوله على اي اساس؟ ان هو بلد المنظم وبطل الدوري السعودي، يعني مش واخد بطوله قاريه. لكن النادي الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه بصفته بطل القاره، وفريق حضرتك مشارك في البطوله بصفته بطل السعوديه اللي هي البلد المنظمه فقط لا غير. وفي الاخر في ملعب، وهنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. لو اتحاد جده كسب احنا ناس عندنا روح رياضيه وهنقول الف مبروك، ولو الاهلي كسب برضه هنقول لك هارد لك والف مبروك علينا ان شاء الله. جمهور اتحاد جده من بعد ما كسب اوكلاند واثناء المباراه وهو بيهتف هتافات كتير جدا، منها فين الطعميه وفين الكلام دي، وهاتوا لنا الاهلي وجيبوا لنا الاهلي والكلام ده كله. والله المباراه بكره ان شاء الله وهنشوف مين يضحك في الاخر. اتحاد الكوره في مأزق حقيقي. ايه المأزق؟ المأزق ده بسبب محمد الشيبي. الشيبي في قصته مع حسين الشحات، النادي الاهلي في شهر 7 بالضبط تلقى اخطار من اتحاد الكوره بايقاف حسين الشحات بسبب اعتداءه على محمد الشيبي. يبقى كده اتحاد الكوره ادرج واقعه حسين الشحات في داخل المباراه، يعني واقعه من حسين الشحات والشيبي دي موجوده اثناء المباراه او داخل المباراه، واتحاد الكوره عاقب حسين الشحات بناء عليه. الشيبي عن طريق ضغط من بيراميدز، اداره بيراميدز راح رفع دعوى قضائيه في المحاكم المدنيه ضد حسين الشحات، وده اللي بيمنعه الاتحاد الدولي، انه اي واقعه اثناء المباراه او داخل المباراه ما ينفعش او ما يحقش للمعتدى عليه انه يروح يشتكي في المحاكم المدنيه، والا اللاعب والنادي يتعرضوا للايقاف. الشيبي بضغط من بيراميدز راح اشتكى حسين الشحات في محكمه مدنيه. النادي الاهلي عاوز حقه وطلب استفسار من اتحاد الكوره بسبب تقدم الشيبي برفع دعوى قضائيه على حسين الشحات. اتحاد الكوره بيجي في مأزق حقيقي. انت وقفت حسين الشحات بناء عليه، والشيبي راح اشتكى تاني حسين الشحات في محكمه مدنيه. طيب المحكمه المدنيه دي بيمنحها الاتحاد الدولي، واتحاد الكرة نفسه أخطر النادي الأهلي في شهر 7 بإيقاف حسين الشحات بسبب اعتدائه على الشيبي. فاتحاد الكرة دلوقتي في مأزق حقيقي. اللي هيحصل الأهلي مش هيسيب حقه، واتحاد الكرة
بيجي في موقف لا يحسد عليه، وده اللي هنعرفه في الأيام اللي جاية إن شاء الله. متسبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم امبارح قال تصريح من وجهة نظري للتاريخ، بيقول إنه النادي الأهلي هو الوحيد اللي بيرفع راية الكرة الأفريقية في المحافل الدولية. وده يبين لك الفرق بين الناس اللي برا اللي عارفة قيمة النادي الأهلي ونوعية عفت نصار. مش هطول على حضراتكم أكتر من كده، أتمنى من حضراتكم اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.